أنا راح أصوركم فلوك من داخل غابة التماثيل للفنان والمبدع القبرصي صاحب هذه الأرض. استثمر هذه الأرض الجميلة وجعلها غابة للتماثيل. تماثيل إخواي شي روعة روعة روعة. الفنان هذا موزع التماثيل بأماكن مختلفة وصانع شي روعة روعة من التماثيل. غابة بأكملها للتماثيل الصخرية على هذا البحر، هذا المنظر الجميل. ايش يسوي؟ ماذا؟ شي روعة. جامع هذا الفنان جامع كل ثقافة قبرص على مدى التاريخ والسنين. حاط هذه التماثيل بصراحة فنان. مسوي فد لوحة فنية على فد منظر جميل. شنو هذا المبدع؟ فنان رائع هذا. جمال، شوفوا يا رب جمال. هذه قبرص وهذه مدينة أينبة الجميلة. هذه هي مدينة أينبة الساحرة، مو بس الجميلة، تسحر عيون الناظرين، تسحر عيون الزائرين. هذه المدينة الحلوة بكل تفاصيلها. شوف الخضر من زعنانة. شوفوا هذا الفنان الكريم أيضا صار. أنا قصدي أريد أشوف أكو مي أو لا. التماثيل ما تخلص، أنا تعبت. المشي والفرق جو كلش حلو. هذه غابات مدينة أينبة. نصعد فوق نشوف بعد الفنان هذا شو يسوي. هذاك المكان هو مكان ملك التماثيل قاعد على عرشه. بدأ يباع على المنظر الجميل هذا، شعبه متوزع أمامه بكل تفاصيله. بدأ يباع عليهم يتفقد أحواله.
غابة التماثيل وقاعد تعبان قراءة التماثيل لك هذا الفن. روعة تسوي روعة تجربة. هذه مملكة التماثيل القبرصية، والآن احنا بطريقنا إلى ملك التماثيل. وصلنا إلى مكان ملك التماثيل، وهذه هي مملكته وعرشه هنا. هذه شعوبه ذكور وإناث صامدين. الظاهر هذا الملك دكتاتور. شو يقولون ربعنا؟ هذا الشعب الصامد. هنا عرش ملك التماثيل. الفنان صاحب هذه الأرض اللي سوى هذا المشروع إنسان كريم، يعني رغم الإبداع والجمال هذا مسويه الفنان رائع. بين مسافة ومسافة تارك مي نقي للشرب، يعني واحد ينقطع المي. هذا طبعا المي همنا من دير كنيسة آنابا. شنو التماثيل، شنو الروعة. شايفين كل مكان حاط له هيك نسوي له ترتيب حلو للمي. وهذا ما ادري منو ساندكس. شوفوا مسوي قاعدة مبدع. هذا الفنان مبدع. شوف ايش مسوي. مبدع. مثل ما تشوفون الآن هذه الغابة الجميلة الرائعة لفنانها الرائع. لأن بكل زاوية تحفة فنية من ذوقه ومن إبداعه. مبدع بصراحة، مبدع. إن شاء الله التصوير عجبكم ونال رضاكم.